من أكل ميراث البنات والأخوات فماله حرام. يقول عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. فويل لك يا آكل الميراث من عذاب الله يوم القيامة. يا حبيبي، الذي قسم المواريث هو الله رب العالمين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تميز ولدا على بنت ولا بنتا على ولد. ودعوني أكون واضح جدا في كلامي، فالحقيقة المرة خير من الوهم المريح. لو كان للإنسان أدنى عقل لورث البنت وترك الولد، لأن الولد إذا احتاج عمل، أما البنت إذا احتاجت فرطت في عرضها وشرفها. والنبي قال عن النساء: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. والمرأة بطبيعتها ضعيفة مكسورة الجناح. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. أيها الأب، تحرم ابنتك من الميراث وتعطيه لبنات الأغراب. من هن بنات الأغراب؟ زوجة ولدك، أليست غريبة؟ ومع ذلك تتمتع بالميراث، وابنتك فلذة كبدك مع زوجها محرومة. صدق من قال: أين أنت يا حمرة الخجل؟ يقولون في بلاد الصين بأنهم يأكلون الكلاب والقطط والحشرات. قلت: ونحن في بلاد العرب نأكل ميراث البنات وأموال اليتامى بالباطل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ونصيحتي أيضا للأعمام والأخوال: لا تظلموا أقاربكم في المواريث. يقول الشاعر عن العم والخال: فكن مع الناس كالميزان معتدل، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي. العم من أنت مغمور بنعمته، والخال من كنت من أضراره خالي. فيا أيها الأعمام والأخوال، يا من أكلتم ميراث البنات يا ظلمة، هل شبعتم؟ ويا من تسعون للخراب والفتن وقطع صلة الأرحام، هل ارتحتم؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا بارك الله لكم في أموالكم ولا في صحتكم يا من حرمتم النساء من الميراث. يا أصحاب الهمم الدنيئة والنفوس الضعيفة، بسبب الأموال والطمع في الدنيا قل لقاؤنا وتقطعت أرحامنا. تجارة الدنيا هي الخاسرة، طوبى لمن يعمل للآخرة. واعلم يا عبد الله أن من أكل ميراث البنات والأخوات فإنه يعذب في الدنيا والآخرة. والدليل على ما أقول: قال عليه الصلاة والسلام: 2 يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي أي الظلم والعقوق. ولذلك يقول العلماء: لا يموت ظالم في الدنيا حتى ينتقم الله منه. هذا هو جزاء الظالم في الدنيا. أما في الآخرة فالظلم ظلمات يوم القيامة. سوف ينتقم الله منك يا آكل الميراث. أختك سوف تعلق في رقبتك يوم القيامة وتقول: يا رب خذ لي حقي من أخي. فماذا سيكون جوابك يا ابن آدم يوم تكشف الأستار وتفضح الأسرار
ولا تقبل الأعذار يوم يقال للمظلوم تقدم وللظالم قف ولا تتكلم، فعلى العدل قامت السماوات والأرض، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. فيا أخي الفاضل، بالله عليك بعد سماع هذا الكلام أرجو منك بكل رجولة